هيعرفكم من خلالها ليه احنا خدنا قرار ان احنا بنقاطع الصحيفة الاستبدادية وما يسمونها الدستور اللي بيستفتوا عليه. احنا بنعرف للميديا والاعلام ان احنا مش متعنتين، ولكن في اسباب وفي نقاط كبيرة جدا النهاردة من خلالها خدنا موقفنا ان احنا بنقاطع هذه الصحيفة الاستبدادية والتي لا تمر ولن تمر من خلال دم الشهداء ودم المواطن المصري. فلكن النهاردة بثبتكم وبقول لكم دول ما بني على باطل فهو باطل. الاعلانات اللي نزلوها وقضوا عليها الثوار والثوار بدون اذن وبدون تصريح، وعملوا كم من قانون لا قانون ان هم بيرهبوا الشعب المصري عن النزول، والشعب المصري كسر كل قانون ارهابي. بين المواطنين والسلطة التي يختارونها لإدارة شؤون الوطن، السلطة التي لا تحترم حتى حق مواطنيها في الحياة وتقتل ما يربو على 7,000 من مواطنيها في 5 أشهر، منهم 2200 على الأقل في 10 ساعات. محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. رجالة وسود من كل مكان يجمعنا صوت الحرية، نفدي بلدنا لو بنروح ولا لحظة نبيع القضية. احرار الليلة جايين لتحرير الأمة ناويين، نمحي بيدنا ظلم سنين ترجع أيام صلاح الدين. أحرار وانصرنا يا ربي أسود أحرار، حرر لي يا بلدي. أحرار انصرنا يا ربي أسود أحرار، حرر لي يا بلدي. بكرة تكبر المقاومة ويبقى جيش مالوش حدود، أمة واحدة إسلامية وحكم الشريعة يسود. بكرة مفيش هيمنة بلادي وده أغلى انتصار، بكرة موت شاهد لديني وده مطلب كل الأحرار. هل تعلموا أنه صوت أو ذهب إلى التصويت حتى الآن ما يقرب من 6% فقط؟ هل تعلمون أن ما ذهب حوالي 64,000 لحد امبارح اللي وصل لهذا التصويت على هذه الوثيقة 64,000 في الخارج؟ هل تعلمون أيضا أنه قد صوت على دستور 2012 حوالي 586,000 مواطن في خارج مصر؟ ما صوت حتى الآن على هذا الدستور حتى لم يصلوا من رفض دستور 2012. من رفض دستور 2012 كان حوالي 84,000. حتى الآن لم يذهب للتصويت لهذه الوثيقة حتى الأمس في المساء إلا ما يقرب من 64,000 واحد. فالسيسي قاتل، دستوره باطل وهم يكذبون. السيسي قاتل، دستوره باطل. السيسي قاتل، دستوره باطل. السيسي قاتل. هذه الوثيقة أعدت لتمرر الأيام القادمة حتى يتسرب اليأس إلى نفوس الناس بهذه المذابح التي يعدوا لها، ولكن إن شاء الله الثورة مستمرة حتى وإن قاموا المذابح، وسينتصر الشعب بإرادة الله عز وجل. ونحن نعول أولا وأخيرا على الله سبحانه وتعالى الذي إرادته غالبة، ثم بعد ذلك على الشعب الحر الأصيل والشباب الواعي الذي فهم القضية.